كاين ناس كيشوفوك حساس بزاف، ولكن هما ما كيعرفوش ان احساسك ماشي ضعف ولكن قوة، لانك كتحس قبل ما الناس تهضر وكتفهم الموقف قبل ما يتشرح. عندك قلب صافي، ولكن هاد النقاء خلاك تتآذى بزاف، وهذه اكبر علامة على انك انسان حقيقي، ماشي بارد، ماشي قاسي، ولكن عندك روح صادقة، وهذه أندر حاجة في هذا الزمان. كاين ناس كتخدم قلبها أكثر من عقلها، كتصدق بسرعة وكتعطي بلا حساب، كتظن أن النية الطيبة كافية باش تكون الحياة طيبة، ولكن مع الوقت كيتعلموا أن القلب بوحدو ما كافيش، لأن الحياة كتحتاج وعي، والعلاقات كتحتاج توازن بين الإحساس والعقل، بين الحب والحدود. اللي كيعتمد على إحساسه بزاف كيتعب بزاف، كيهتم بالتفاصيل، بالكلمات، بالنظرات، وكيولي أي حاجة صغيرة كتألمه. كيوصل لمرحلة كيتعب فيها نفسيا وكيسول راسو واش أنا المشكل. ولكن الحقيقة أن الإحساس بلا وعي كيستهلك روحك وكيخليك تعيش فوق طاقتك. كيجي وقت كيبدا فيه الإنسان يقول صافي، ما بقيتش باغي نعيش نرضي الناس، ما بقيتش باغي نحس أكثر من لازم. كيبدا يسمع صوت داخلي هادئ كيقول له الله ما خلقكش باش تبقى موجوع، خلقك باش تكون مرتاح، مطمئن، راضي. وداك الصوت هو أول علامات الوعي. مين كيتعلم الواحد يوازن، كيعرف يعطي بحكمة ويحب وعي ويبعد براحة. ما كيبقاش كيبغي يشرح راسو بزاف، وما كيبقاش ينتظر الاعتذار، لأن السلام الداخلي كيعوض كل شيء. كيتعلم يسامح، ولكن بلا ما يرجع لنفس الألم مرتين. وكل مرة كيتغير فيها الإنسان كيعرف أن الله هو اللي بدله، ماشي الظروف. كان كيسمع قلبه بزاف، واليوم ولا كيسمع قلبه بعقل مؤمن، لأن اللي عنده الله ما محتاجش يبرر إحساسه ولا يقاتل باش يتقبل. كافي يقول اللهم اجعلني أرتاح في كل ما كتبته لي، واغفر لي لحظات الضعف اللي خدمت فيها قلبي بلا ما نفكر. وهكا كيتحول الألم لحكمة، والسكوت لراحة، والقلب كيولي مطمئن. إذا وصلتي لهنا في الفيديو راه روحك اختارت تسمع كلام من القلب. شكرا لأنك خليتي وقتك لشي حاجة طيبة. ما تنسيش تتابعيني، لأن كل أسبوع كاين كلام جديد من القلب. يمكن يبدل فيك شي حاجة بسيطة، ولكن غادي ترتاحي بها بزاف. خلي لي لايك صغير وتعليق فيه إحساسك باش توصل لك الرسائل الجاية. تابع قناة ديالك خيرات وئام.